الأهلي بيجهز ضربة يناير، واسم مفاجأة داخل القائمة. القلعة الحمراء ضعفت جهودها في سوق الانتقالات الشتوي، وظهر اسم غريب لكنه مفاجئ جدا في خطط النادي لتدعيم الهجوم. الأهلي مهتم بالغيني محمد توريه، مهاجم فريق كوبيون بلوسورا الفنلندي، واللاعب دخل بقوة في دائرة الاهتمام بعد موسم قوي سجل فيه أهداف وصنع أهداف، وأظهر إمكانيات بدنية وفنية عالية. توريه عمره 20 سنة، وطول جسمه متر 85، ولاعب مهاجم قوي ومميز، وقيمته السوقية حوالي 500 ألف دولار. اللاعب عنده عقد مع نادي كوبيون بلوسورا الفنلندي ممتد حتى نهاية 2027، وده بيخلي الأهلي محتاج يدفع مقابل مناسب للتعاقد معه. في الموسم الحالي توريه شارك في 11 مباراة وسجل هدفين، وفي الموسم الماضي شارك في 39 مباراة وسجل 14 هدفاً وصنع هدفين مع الفريق الفنلندي. الأهلي محتاج تعزيز هجومي قوي في يناير بعد تراجع مستوى جراديشار وشريف، والجهاز الفني يمنح هذا الملف أولوية قصوى. السؤال الآن: هل الغيني محمد توريه هيكون صفقة مفاجأة تجمع بين السرعة والقوة، ولا الأهلي هيكمل في خطط أكبر وأسماء أثقل؟